السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسعادة دايما يا رب. لأول مرة هجرب بودرة اللؤلؤ دي معاكم. تعالوا نشوف كده الفوائد المكتوب عليها. الأول القضاء على البكتيريا الضارة اللي في الجلد، بتفتح المناطق الحساسة زي الإبط والبكيني، وكمان بتدي ملمس حرير حلو قوي للبشرة والجسم، يعني وش وجسم مع بعض. بتفتح البشرة والجسم، وبتستخدم كماسك قلنا زي للوش والجسم مع بعض، وبتقضي على حب الشباب والبثور السوداء وكمان الحبوب الدهنية من الأنف. بنستخدمها بقى ازاي؟ بناخد منها معيار ونحط عليها مية او مية ورد وتتمزج عشان يبقى قوامها زي قوام اللبن الرايب، وبتتساب على البشرة لمدة 15 دقيقة، وبعدين تتفرك، مش تغسليها على طول بالمية، وبتشطف بعدها بالمية الدافية. المنتج ده وارد الامارات العربية، سعره بسيط جدا جدا. تعالوا كده نجربه مع بعض. العبوة 125 جرام، هي بودرة بيضة بودرة بيضة. ناخد منها شوية. حوار ان الواحد بيصور لنفسه ده احيانا بيبقى مزعج. هجرب بس النهارده كده على الوش او الايد. العبوه كبيره هتقعد كتير لانك ما بتاخديش كميه كبيره. احنا قلنا هنعجنها بميه ورد او ميه، متوفر ميه ورد يبقى هعجن ميه ورد على طول طبعا كده. اقلبها عشان يبقى قوامها زي اللبن الرايب. لو لقيت البودره قليله هزود. في حاجه بقت فيها، هو حسيت ان هو فعلا تحس انه شبه اللبن الرايب شويه، بس انا حابه ان انا ازود شويه بودر. تقريبا ميه الورد جت كتير كده. ايوه كده قوامه حلو. تالي هو هيتقل لما يتحط على الوش. هما قالوا يتفرك. تقريبا ملمسه هيبقى عامل زي النشا لما بنعمل ماسك نشا كده للوش. هو مائي اهو، في قطع زي اللبن الرايب فعلا. نبدأ بقى نوزعه. ايدي كده اسمرت بعد المصيف، فحبيت اجرب الماسك ده بقى معاكم. هو فعلا شبه اللبن الرايب. هوزعه على ايدي بقى كلها واشوف. هنسيبه ينشف. هو فعلا زي ما قلت لكم بالظبط، هو شبه الماسك بتاع النشا بس ريحته جميله يعني. وهنا بقى بعد ما عدى ربع ساعه اهو، هو بيتفرك زيه زي النشا بالظبط، اكنه النشا محطوط على ايدي. استخدمت باقي الكميه على وشي. فعلا ما تعملوش كميه كبيره ولا حاجه، كميه صغيره بتفرق. بيتفرك كده عادي، ولا بيوجع ولا كأنه بيشد شعر لو موجود شعر ولا اي حاجه. هشطه في ايدي وارجع اوريكم. اكيد في فرق شويه طبعا، هوريكم. طبعا في فرق واضح كمان. على الاقل فتح درجه، على الاقل فتح درجه، فدي نتيجته حلوه جدا كده.